اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شايفين البطة العسل دي؟ هنعملها مع بعض النهاردة بقى، بس بطريقة حلوة قوي هتعجبكم ان شاء الله. بس اهم حاجة بقى، استنوا معدل التليفون، استنوا. صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ بصوا بقى لسان العصفور، تحفة 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 بجد، فظيع. ما تبصوش بقى للفتحة دي عشان وانا بحمرها الشوكة، بس كنت بقلب بالشوكة، بقلبها بالشوكة قامت مفتوحة مني، يعني ما تقلقوش من الفتحة دي، هي طالعة من الشوربة والله سليمة، بس وانا بحمرها كده اتفجرت مني. مش مشكلة يعني. كمان عاملين شوية ملوخية، واو واو، تحفة تحفة تحفة. عايزين بقى لايكات كتير بقى للفيديو الجميل ده. شوية شوربة حلوين وشوية ملوخية زي العسل. يلا حبايب قلبي، نخش على الفيديو نشوف هنعمل ايه الجمال ده ازاي. بس قبل كل حاجة، وانا قاعدة بدوق كده ليه؟ وده دخلت عليا بقى تقول لي بتعملي ايه يا تيتا؟ الله الله الله، صح يا هدى؟ صح. كانت حلوة ولا لا؟ كانت تحفة. ايه؟ كانت قولوا تحفة. لهم حطوا لايك بقى، حطوا لايك واشتراك وف... للفيديو الجميل ده، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وسهل وبسيط. يلا بقى، حاجات حلوة بنعملها لكم اهيت بقى. كبروا القناة كده، وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب. ويخليكم ليا ويبارك لي في عمركم. بس بقى يا هدى كفاية اكل بقى، كفاية اكل. يلا يا دودو، تعال ماشيلك يا دودو، تعال ماشيلي. دودو حبيبة قلبي. ما انا كنت جعانة كمان فعمالة اكل كمان ومن شوية كتر ملوخية. ايه حلاوتها. رايك في الملوخية يا دودو؟ الملوخية كان طعمها تحفة. طب دوقي كده يا دودو، دوق. ادوقك ولا لا؟ دوقيني طبعا. الله، انا شوفوا ده بتقول لكم الاكل ريحته حلوة قوي. ريحته حلوة يا دودو. اه، ريحته حلوة قوي. هم هم هم، عايزين ناكل، هم هم هم. يلا مستعجلين، عايزين ناكل بصراحة، عايزين ناكل. بس حطوا لايكات بالله عليكم، بالله عليكم تحطوا لايك كده وكومنت حلو، مش هتنزل عن كومنت حلو بالله عليكم. حطوا كومنتات بقى حلوة كده وكلام حلو كده يفتح النفس. يلا بقى بينا نخش على الفيديو الجامد ده، نشوف هنعمل الجمال ده ازاي. بس قبل كل حاجة دعوة حلوة من قلبكم كده، وصلوا على النبي كده الصلاة والسلام. وعليه افضل الصلاة والسلام. وعلى طول ما انت قاعدة كده بتعملي اكلك، بتعملي اي حاجة، اذكري الله وصلي على الرسول. اللهم الصلاة صل وسلم والسلام. وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا بقى نخش بقى، كفاية بقى اكل يا دودو بقى، كفاية اكل، كفاية عجبني، اكل. مش قادرة اوصف، وجعت. جوعتي؟ منظره اول ما شفت الحلاوة دي. منظره جوعك يا دودو. اه. يلا بقى نخش على الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عليك صباح أفضل الصلاة الفل والسلام. وصباح الورد وصباح الياسمين على احلى متابعين. النهارده بقى هنعمل البطايه المحشيه اللي انتوا شفتوها دي بطريقه حلوه قوي. زي ما انتوا شايفين كده، جبنا بقى لسان عصفور وقعدنا نحمر عليها، نحمر فيها، نحمره بس نص تحميره كده. وبعد كده هننزل بقى بشويه من الفلفل كده، عشان الفلفل بيساعد ان هو يحمر بسرعه معاك. حط شويه فلفل كده وهو بيتحمر على النار، ريحته هتطلع حلوه وكمان هيحمر بسرعه. انا مش عايزاه يحمر يغمق يا جماعه، انا عايزاه ايه يعني، ايه، اصفر كده، ذهبي يعني. اه، يبقى شكله حلو يعني. بعد كده حطيت بقى بصل. الكبد والقوانص اتشوحت مع لسان العصفور بعد ما احمر كده. ونزلت ببصلتين مبشورين كده، بشر ناعم او مفرومين في الكبه يعني عادي. وقلبت بقى تقلبتين تلاتة كده لما البصلة تتشوح كده وريحتها تطلع. بعد كده انزل بشوية من المية وشوية من الفلفل الاسود وشوية من الملح، واغطي عليه واسيبه بقى يستوي. هنا بقى بعد ما استوي فردته في الطبق كده علشان يبرد طبعا، عشان ما نحشوش وهو سخن. جبت بقى البطايه الحلوه بتاعتنا ده، انا خليها يا جماعه، بس بصفي الميه اللي فيها، لقيت فيها شويه ميه كده. طبعا نقعها من الصبح كده ومظبطاها. وجبت بقى شويه من الفلفل كده رشتهم في قلبها. وكمان الرقبه بتاعتها ديت هلف عليها بس ايه، فتله كده علشان ما تطلعش الحشوه منها. او تعمليها عندك خله بقى، اعمليها بالخله. انا عملتها كده بالفتله وبعدين عملتها بالخله برضه. قعدت احشي بقى كده لما ايه مليت الرقبه كده ومليت تحت الجلد. زي ما انتوا شايفين كده. عايزه تحشي البطايه من تحت الجلد بس احشيها، عايزه تحشيها من قلبها بس وبلاش الجلد احشيها براحتك يعني. بس انا خليتها النهارده كده وحشيتها من تحت الجلد، وكمان حشيتها من القلب، من قلبها.
المهم ان انا عايزه لسان العصفور احط كله في البطايه الحلوه بتاعتنا دي. تمام تمام. خليكم معايا بقى، اوعوا تغيروا المحطه ولا تروحوا في اي حته. البطايه بتاعتنا شكلها محطة حلو وأي قوي. حتة، دول كلمتين لايقين مع بعض اه، يعني. ولا تروحي ولا تغيري المحطه ولا تروحي في اي حته. كده خلصت بقى الحشوه بتاعتنا كده، طب لسان ليه يا تيتا العصفور وبلاش كله كده هزار؟ زي ما انتوا شايفين. قمت بقى جايبه الخله كده، خله السنان او خله من بتاعه شيش طاووق، وقمت مقفله البتاع. الفتحه اللي تحت دي، قمت مقفلاها تقفيله حلوه عشان لسان العصفور ما يقعش منها. وكمان جمدت على الرقبه كمان بالخله برضو كده زي ما انتوا شايفين. هنا بقى كنت حاطه الشوربه تغلي كده زي ما انتوا شايفين، وحاطه فيها طماطمايه وبصلايه وورق لوري وحبهان، وبعدين نزلت بشويه من الفلفل، وطابت معايا البطايه كده، وقلت احمرها بقى على البوتاجاز من فوق كده. مش بصراحه انا كنت مستعجله يعني عشان الاكل ايه يخلص عشان ما نتغدى. استوتش قوي يعني. قعدت حمرتها كده على النار زي ما انتوا شايفين كده. كل جنب اعمله شويه كده، وبعد كده ايه الشوكه بقى فتحتها مني من فوق زي ما انتوا شايفين كده. وادي الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يعجبكم وينال اعجابكم. الفكرة مش في الطعم، الفكرة في كمية الحلاوة واللذاذة والحشي الحلو ده. اشوفكم بقى في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حطوا اللايك.